اسف فادي مخيل وعندي 18 سنة، وقررت اغير حياتي واكسب فلوس، وقررت اشارك رحلتي من اولها لغاية اخرها هنا على القناة. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمت ان انا قررت افتح وكالة تصميم مكون من جرافيك ديزاينر و 3 دي ارتست، وكلمتك ان انا يعني كنت عامل نظام على نوشن قديم في الفيديوهات اللي فاتت وكل التفاصيل دي. فدلوقتي هو بنكمل الايجنسي، بكمل تفاصيل اللي هو افتح بيها الايجنسي. دلوقتي انا هزود واحد تاني في الفريق وهو الموشن جرافيك، اللي هو واحد بيشتغل في الموشن جرافيك. فبالتالي الفريق يكون بيكون من جرافيك ديزاينر و 3 دي ارتست وموشن جرافيك وواحد بتاع موشن جرافيك. دول بينفذوا، والشركة بتشتغل بفكرة إن هي تنفذ مشروع، أي حملة إعلانية، تصميمات الحملة الإعلانية، سواء أنت عندك منتج، سواء الشركة اللي عندها منتج وعايز تعمل حملة إعلانية عموما، فهنعمل تمسك التصميمات دي كلها. ونقطة أنا قررت إن أنا أشتغل مع دول الخليج، أو مع ناس في مصر بس اللي هم براندات العالية أوي، عشان أكسب منها فلوس أكتر، عشان تدخلي فلوس أكتر. فيا إما أشتغل مع براندات العالية أوي هنا، يا إما أشتغل مع البراندات برضو العالية في دول الخليج. فعلشان أوصل للناس دي لازم يكون أنا كمان باين بشكل إن أنا احترافي أكتر وبروفيشنال أكتر. فده هيبان إزاي؟ ده هيبان بأول حاجة إن أنا يكون عندي ويب سايت، وإن أنا يكون محتوى على السوشيال ميديا واضح وقوي. ويعني إزاي واضح وقوي؟ والنظام اللي أنا شغال بيه برضه يكون قوي. فده إزاي هيتم؟ فبصراحة أنا قررت إن أنا أستخدم ال AI في حاجات كتير قوي. يعني مثلا جيميناي بنعمل لي ويب سايت كامل، ده لسه هعمله قدام. بإني برضه استخدم ال AI، لسه بدور على حاجة كده إن هي يعمل لي كل تصميمات السوشيال ميديا، بحيث إن يسهل علي الموضوع تماما. وحاجات تانية كتير، لسه في تفاصيل تانية كتير. فأنا دلوقتي شغال إن أنا على جيميناي، بقول له أنا عايز أفتح ويب سايت وكده. فالفيديو ده هيتقسم لتلات أجزاء. أول جزء إن أنا دلوقتي هقطع دلوقتي وأنزل جيم. تاني جزء إن أنا هكمل شغل، أعمل بقى ويب سايت، ولو عرفت أعمل حاجة تانية هعملها، هوريك كل التفاصيل التانية دي. وتالت جزء إن أنا أتعلم، إن أنا قررت أتعلم عن ال AI وعن البرمجة وكده، علشان دي هتساعدني جدا. يعني أنا اتعلمت ال AI وتفاصيل ال AI، دي هتسهل عليا شغل كتير جدا. فده الفيديو هيتقسم لكده. دلوقتي أنا قررت بس أفهمك الدنيا شغالة ازاي في الأول. يلا بينا ننزل دلوقتي جيم، نرجع نشتغل، بعد كده نتعلم بالكورس ده وبس كده. فيلا بينا. فزي ما قلت لك ان انا دلوقتي افتح الويب سايت الخاص بالايجنت جيميناي، وكتبت له الكلام، قلت له انا عايز اعمل ويب سايت، واديت له كل التفاصيل اللي انا محتاجها. فهو اداني نتيجه. يعني بص، هو كتب لي الكود كله، ودي النتيجه. طبعا لسه في حاجات عايزه تتعدل يعني بسيطه، وهنا اقدر اعدل اي حاجه يعني. فاضل بس شويه تعديلات اعملها، بكده خلصت الويب سايت. زي ما قلت لك، هو الاي اي يعني هيسهل عليا كل حاجه، ولازم ادخله. يعني انا مستخدمتش الاي اي عشان اعمل ويب سايت زي ده. لازم يا اما انا اعمله بنفسي، وده محتاج خبره كبيره قوي، يا اما انا اجيب حد ومحتاج فلوس. طب جيميناي هيعمله لي مجانا وكل حاجه سهله وبسيطه. فدلوقتي بس المفروض ان انا اعدل بس التفاصيل النهائيه، هوريك الويب سايت في الاخر. بس ظبط، بيكتب لي اهو الكود دلوقتي. تعديلات زي مثلا ان هو مبدئي اوي، ان انا عايز حاجه متطوره اكتر، وان يكون في تصميمات اكتر جوه الويب سايت. وقلت له ان انا برضه بشتغل مع عملاء، لان هم الهاي تيكت المستوى العالي، فمحتاج يعني يكون في نفس المستوى ده. فاهمني؟ التصميمات والويب سايت يكون في نفس المستوى ده عشان اعرف اوصل لهم. فكل الحاجات دي ثبتها، وهو دلوقتي يعني دي النتيجه. هو احسن من الاولى، بس يعني لسه في افضل من كده. فبرضه هقعد اكلمه واقعد اعدل فيه برضه كده اكتر لغايه ما اوصل للنتيجه المطلوبه. دلوقتي بعد ما خلصت جيميناي، بس اكتشفت ان هو في مشكله، ان هو لما اجي مفيش طريقه مجانيه ان انا اعمل بيها ويب سايت. يعني حتى لو عملت له مشاركه اللينك بتاعه، يعني اي حد هيفتحه ويقدر يلعب فيه، يقدر يبوظها من اي حاجه فيه.
وحشه خالص طبعا. فعملت حاجه حلوه، ان انا طلبت منه ان هو يكتب لي زي برومت او تكست يوصف لي الويب سايت اللي هو عامله ده كله. رحت واخد التكست ده ورحت بيه على موقع اسمه بولت. ده موقع فيه منه جزء مجاني ان هو يفتح لك ويب سايت وتعمل له ببلش عادي جدا. رحت حاطط له البرومت ده او التكست ده، وهو دلوقتي بيعمل لي الويب سايت. هو دي التكست اللي هو كتبه لي اللي هو جيميناي، ودي هو الويب سايت اللي هو بيعمله. ظبطت بقى حاجات كتير قوي عشان كان في مشاكل كتير قوي قعدت اظبط يعني في الويب سايت. كان في حاجات هو اصلا عاملها غلط ظبطتها. بكده بقى انا اقدر اقول خلصت الويب سايت. كل التعديلات يعني قعد نتكلم، بس ده اللي انا شايفه يعني. مش محتاج اكتر من كده، ان هو ويب سايت يعني باين شكله بروفيشنال اكتر، لكن مش محتاج اكتر من كده خالص. وكده يبقى تمام اوي. بس كده يبقى كده خلصنا اول حاجه الويب سايت. انا هسيب لك الويب سايت تحت في الوصف تقدر تشوفه. فاضل بقى كده في الشغل، فاضل انا بعد ما اخلص الفيديو ده منتجه وانزله، وهي فاضل بقى ان احنا ناخد الكورس اللي هو عن الاي قلت لك عليه في اول فيديو خالص. دلوقتي هناخد الكورس بتاع الاي في الاخر خالص هنبقى نمنتج بقى الفيديو اللي هو بيتصور بقى كده. فيلا بينا. To something called discriminative models and generative models. Large language models, LLMs, also fall under deep learning and right. كده خلصت الكورس، حضرت فيديوهين عن الاي اي. كده يبقى خلصنا تاسك تانية. هو ده اللي انا كتبته يعني، ده اللي اتعلمته. بس في الاخر متنساش تعيش حياتك. سلام.